احنا كلنا ساعات بنحس اننا ملناش قيمة او هدف في الحياة، بنقع، بنتعب، بنفشل. بس الحقيقة ان الشعور ده مش معناه اننا ملناش هدف او ما عندناش حياة، بس معناه اننا بشر واننا في رحلة طويلة اسمها الحياة، والرحلة مليانة محطات، محطة فيها فشل ومحطة فيها نجاح، محطة فيها دموع، محطة فيها فرحة وانتصار. اللي لازم نفتكره هو ان الضعف مش عيب، العيب اننا نفضل واقفين مكاننا ونستسلم ونقول خلاص مش قادرين. لكن لو كل مرة وقعنا فيها وقفنا تاني، لو كل مرة حد شكك فينا صدقنا نفسنا، ساعتها الرحلة هتستاهل التعب. يعني تخيلوا نفسكم ماشيين مكان بعيد، طريق سفر طويل فيه مطبات وحفر. لو وقعت في حفرة هتقول مش هكمل، ولا هتطلع تاني وتكمل وتمشي وتكمل حياتك؟ النجاح مش في اننا ما نقعش، النجاح في اننا نقوم بعد ما نقع. فانت مش ضعيف، انت في رحلة. خد نفس عميق، سامح نفسك على اخطائها، وافتكر ان اي صعوبة بتواجهها هتكون جزء من قصة نجاحك. افتكر ان مفيش نجاح من غير فشل، وانك قبل ما تنجح مرة هتفشل 1000 مرة. افتكر انك قبل ما تنجح مرة هتفشل 1000 مرة. خلي عندك دايما ثقة في قدراتك وفي نفسك، انك تقدر تعمل حاجات انت في حياتك ما توقعتش ان انت تقدر تعملها. هدف، خلي عندك طموح، خلي عندك حياة. الحياة مش بتقف عند حد معين. تقدري تعملي اي حاجة انت عايزة تعمليها. واجهي الكسل، قومي، ابدأي، استمري. اهم حاجة في النجاح الاستمرارية، انك ما تتكسليش، ما تزهقيش، ما تتعبيش، وفي الاخر هتوصلي. مفيش حد بيتعب ما بيوصلش.